الاهلي. هو النادي الاهلي يا جماعه المدرب اتفقوا معاه ولا ما اتفقوش؟ هو المدرب خلص ولا ما خلص؟ انا هنا عايز اقول رساله مهمه قوي للاعبي النادي الاهلي. كله يركز المباراه اللي جايه لان المدرب خلص، وابتداء من مباراه سيراميكا المدرب الجديد للنادي الاهلي هيبتدي يتابع اللاعبين. ده حضراتكم من كواليسنا. النادي الاهلي عمل مكافآت مضاعفة في المباراة القادمة، 50,000 جنيه لكل لعيب بعد المباراة تصرف وقتي. ده قرارات النادي الأهلي في المباريات القادمة. طبعا مباريات بطولة خلاص، الأهلي على أعتاب ان هو لو الأمور مشت بشكل جيد كل المباريات ما كانتش بإيديه بقت بإيديه، الموضوع خلاص انتهى والمنافسة بقت قوية. يوم الثلاث القادم مسميينه يوم حاسم في بطولة الدوري الممتاز. الزمالك رايح يقابل بيراميدز والاهلي رايح يقابل سيراميكا، يعني يوم بصراحة كده ممتع. مين اللي هيكسب؟ ايه اللي هيحصل؟ الموضوع هيخلص ازاي؟ كل شيء وارد. يمشي الاهلي ستريت ويخلص مع سيراميكا وارد، سيراميكا تعمل مفاجأة وارد، الزمالك يكسب بيراميدز عادي وارد، اسم كبير وتاريخ كبير، بيراميدز يكسب الزمالك فريق كبير وسكواد كبير، امور عاديه، كل حاجه متوقعه. يعني لعيبه الاهلي بص على الدوري والمدير الفني الجديد باصص عليهم. حلو كده الامور، واضح كده الامور. قلت لحضراتكم امبارح علي معلول، النهارده في عرضين لاحمد عبد القادر ولعيبه اخرين من النادي الاهلي، منهم حسين الشحات من الدوري القطري او من الوقرة القطري، واكتر من نادي كمان. حسين الشحات مكمل في النادي الاهلي بعد كاس العالم للانديه ولا اموره ممكن تختلف؟ الله اعلم، ننتظر لنرى. الدحيل القطري كمان داخل على صفقه، والنادي الاهلي بيحاول يخلص حمدي فتحي ويرجعه نهائي. واحد يقول هو ليه حسين الشحات بيفكر؟ ممكن يكون شايف ان مشاركته الفترة اللي جاية ممكن تكون صعبة او ممكن ما تكونش يعني الامور هتبقى سهلة. كل ده هنشوفه الفترات القادمة علشان الامور تبقى واضحة. حمزة علاء اخذ قرار الرحيل، خلاص مضى في نادي فرنسي في الدوري الفرنسي في الدرجة الثانية، خلص اموره. ولكن الحقيقة تحية كبيرة جدا 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 لحمزة علاء. ده حمزة علاء ده واحد من الشخصيات او واحد من الاولاد اللي انا بكن لها كل احترام، دايما كنت بدعمه ودايما كنت الحقيقه في ظهره، لان هو كافح كتير، حاول كتير. ناس كتيره كانت تقول لك حمزة علاء ظروفه الماديه، حمزة علاء يعني من اسره ميسره الحال. الولد ملوش دعوه، كافح وعامل وعمل نفسه وعمرنا ما سمعنا له حاجه. وما جه حتى مضى في نادي وعقده انتهى في النادي الاهلي، قعد مع الكابتن محمد يوسف وقال له يا كابتن يعني الموضوع انا العقد انتهى، انا عايز اخد تجربه، رجعت اسرتي، الموضوع الحكايه الروايه. خرج من الباب الكبير للنادي الاهلي، ولا استنى بقى لاخر دقيقه، ولا مسك التيشيرت قال لهم مش عارف ايه، ولا ماطل، ولا في زياده، ولا رقم عقد. الولد عارف طموحه، عارف حلمه، ومش عيب عنده حلم الاحتراف، عايز يخوض حلم الاحتراف، وده شيء جيد جدا. عنده عرض من الدوري البلجيكي، وانا بشوف الحقيقه حمزة علاء واحد من الحراس الكبار، انا بشوفه كده شخصيه واخلاق واحترام كل حاجه. اتمنى له ان شاء الله باذن الله لحمزة كل التوفيق في تجربته، وان شاء الله باذن الله يرجع في يوم من الايام كمان لبيته وناديه النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيتعاقد مع سيحه حارس مرمى حرس الحدود والمقاولين العرب، والامور قلت لحضراتكم قبل كده ان سيحه عنده عرض من بيراميدز، عنده عرض من الزمالك، عنده عرض من النادي الاهلي، ولكن الاهلي بيخلص، هو رغبه الولد ان هو يروح الاهلي، فخلص الموضوع وانتهى الموضوع وهو اختار الطريق. واحد يقول لك طب ما كان ممكن في نادي تاني يلعب، ده اختياره بقى، هو هيروح بقى يخش خناقه مع الشناوي مع مصطفى شوبير، يشوف هو هيعمل ايه. ولكن تحدي كبير وشرف كبير، شرف كبير لاي لاعب ان هو يرتدي تيشيرت الاهلي او الزمالك، انديه كبيره جدا. وبيراميدز الحقيقه برضه بيثبت نفسه.